لما تكون الاخطاء التحكيميه لصالح الزمالك بيطلع علينا الاعلام الزملكاوي والسوشيال ميديا يقول لك اصل غلطات التحكيم دي جزء ومتعه من كره القدم. طب وكره حسام حسن دي نظامها ايه؟ متعب برضه كره القدم. حسام حسن مشدود شد في منطقه الجزاء، والمفروض الكره دي ضربه جزاء واضحه. حسام حسن محمود البنا اللي كان حكم برضه، حسام حسن خد طرد عشان كان عنده انذار، قال لك بداعي التمثيل. ضربه جزاء واضحه 100% على الزمالك في قلب منطقه الجزاء، وادي 3 بونت كمان حرام للزمالك. الكره الثانيه دي، الكره زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، دونجا شارد لاعب بالمصري في قلب منطقه الجزاء، ولا الفار رجعه ولا الحكم رجعه. ضربه جزاء واضحه وصريحه، ودونجا كان معاه انذار وكان ممكن ينطرد. ادي برضو من عداله التحكيم. لو عايزين نتكلم على التحكيم، ادي التحكيم مع الزمالك عامل ازاي. وادي الكره الثالثه ضربه جزاء، ده ناصر منسي داخل اللي بيقولوا عليه الاسطوره، هيشيل لاعب سموحه، هيشيله يشيل من على وش الارض. دي برضو مش ضربه جزاء. هو دي الزملكاويه. لو عايزين نتكلم بقى على ضربات الجزاء، وعايزين نتكلم على الفوز الحلال والحرام، مش عايزين نرجع نتكلم على الموسمين 21 و22 اللي الزمالك خد فيه الدوري، والكل عارف الزمالك كان سرق الدوري ازاي.